بعد ما رشح الإطار نور المالكي لرئاسة الوزراء من جديد. أنا اليوم أريد أقدم هدية للشعب العراقي وللإطاريين والناس اللي انتخبت الإطاريين. راح نعطيهم هدية عبارة عن مقطع فيديو وأريد الشعب كله يسمعه. قسما بذات الله كارثة هذا الفيديو وهو خاص بالمالكي. أريد الناس والعراقيين من الشمال إلى الجنوب كلهم يسمعون هذا الفيديو. اللي أمامكم بالصورة فهو القاضي دارا نور الدين، واللي أيضا كان وزير العدل سابقا، وكان وزير العدل في فترة حكم المالكي، إن كان المالكي رئيس للوزراء. تعرفون يا ناس يا شعب العراق شنو دار بهذا اللقاء اللي تم قبل سنة ونص عبر قناة عراقية رسمية؟ وشنو طلع من ملفات هذا القاضي ووزير العدل اللي كان في فترة تولي نور المالكي رئاسة الوزراء سابقا؟ خلي أسمعكم هذا الفيديو وأريد الناس كلها تسمع شنو كانوا يسوون مستشارين رئيس الوزراء اللي هو المالكي. اسمعوا الفيديو. وجودك بوزارة العدل لقيت قضايا إعدام محسومة مصادق عليها وما منفذة وطلب منك أن تنفذها؟ طبعا. منين؟ طبعا من المحاكم. مثلا أحدهم مرتكب 3 جرائم، 3 عقوبتها الإعدام، محكوم بها 3 جرائم محكوم عليها بالإعدام. وليش ما منفذ؟ ما منفذة بضغوط. ضغوط منين؟ ضغوط من الأحزاب السياسية. هو مجرم؟ هو مجرم. محسوب عليهم شنو؟ والله محسوب عليهم أو منهم يعني ما ندري. هاي الضغوط يعني مستمرة طبعا. بس مثلا إحدى المرات يتم تنفيذ حكم الإعدام بمجموعة، من ضمنهم هذا اللي محكوم 3 عقوبات إعدام. يروح شخص من مكتب رئيس الوزراء ويعترض على تنفيذ حكم الإعدام به لحظة التنفيذ. اي وطلع خابرني الوكيل، قال لي الموضوع كيت، فقلت له وقفوا لا تعدمون البقية هم هنا. رئيس الوزراء نعم من مكتب رئيس الوزراء اجى ياخذ هذا يطلع من المعدومين لين عدم. كان المالكي رئيس الوزراء طبعا. وانت اجراءك ان وقفت الاعدام، قلت البقيه هم ما تنفذون بهم. غريبه هاي. بعدين شنو شفت؟ في سنه 2007 3 أشخاص محكومين بالاعدام، يجي مستشار في مجلس الوزراء إلى السجن، يطلع ذولا من أثناء عملية تنفيذ الإعدام، يطلعهم من الغرفة يرجعوهم للسجن. بعدين ورا يومين أو من أي غرفة؟ من غرفة يعني على الأساس ينفذون بهم، ويروح يعترض حتى المحضر التنفيذ اللي شو اسمه المحضر ايضا هو موقع عليه انه هذا ما ينفذ بهم ويرجعون الى السجن، موقع عليها. ورا 2 3 يسوي لهم عياده للمستشفى انه مرضى، ويطلعون ويهربون ويعاقبون الحراس. لكن هذا المستشار اللي سوى هذه العملية هي فعلا يعني مدبرة كانت. وحتى أنا في وقت قسما بذات الله تلطم على راسك. اليوم يعاد تدوير هؤلاء من جديد، يعني مستشارين رئيس الوزراء بذيك الفترة كانوا يهربون مساجين، وهاي المساجين مو أي مسجون، اللي محكومين بقضايا وجرائم كبيرة، بالإضافة ما يخلون ينعدم أي شخص محكوم بعدة إعدامات وعليه قضايا كبيرة ومتسبب بدماء العراقيين والناس. فهذا اللي كانوا يسوونه مستشارين رئيس الوزراء. فأعتقد المرحلة الجاية فهي واضحة من الأول. لكن السؤال المهم، 7,000 ذولا شنو راح يكون مصيرهم اللي جبتوهم من غير دولة
لكن عن اختيار الإطار لنور المالكي، فالإطار يشوف بنور المالكي هو اللي يوحد الإطار داخليا، لأن الانقسامات داخل الإطار فهي انقسامات سابقة وموجودة، فنور المالكي هو اللي راح يلم الشمل، مو من أجل العراقيين، لا، من أجل المصالح والكراسي والدول الأخرى اللي مرتبطين بها الموجودين داخل الحكومة. الإطاريين ما همهم مصلحة الشعب، الأهم هو مصلحة البقاء، مصلحة الوجود، مصالحنا الشخصية ومصالح زعمائنا السياسيين. فشكرا لحكومة أنفاس الزهراء على هذا التدوير المستمر، وشكرا لناخبين الإطار على هذا الدفاع المستمر، هذا كله من أجل مصالح تيجان رؤوسهم. فشكرا لهاي الحكومة، فاللي راح يصير بالمستقبل أنا وأنتم كل الزين جاي نشوفه. لكن أريد الشعب يشوف هذا اللقاء بأمور كارثية، والله العظيم أمور كارثية. هذا اللقاء اللي صار قبل سنة ونص واللي يتكلم بها هذا القاضي ووزير العدل السابق دار نور الدين بكل صراحة، واظهر ملفات كارثية حول حكومة المالكي السابقة. أما اليوم شنو راح يسوون حكومة المالكي الجديدة؟ خلي الناس كلها تشوف، وخلي العراقيين كلهم يشوفون هذا الفيديو.